والشعب العراقي أجمع. هذا وتؤازر جماهير رياضية في السليمانية منتخبنا الوطني في مباراته أمام كوريا الجنوبية في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم. تفاصيل أكثر مع فارس الوهامي. في أجواء يسودها الحماس الوطني وروح الانتماء، عبر الرياضيون في محافظة المثنى عن دعمهم الكبير لمنتخبنا الوطني السود الرافدين، وذلك قبل مواجهتين حاسمتين أمام منتخب كوريا الجنوبية والأردن ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم. حدث به تغيير بالكادر التدريبي وغيابات بعض اللاعبين واستقطاب بعض اللاعبين، فاعتبرها مباراة مفصلية، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب، وخصوصا وأن المباراة على أرضه وبين جماهيره، وإن شاء الله توفيق المنتخب الوطني. إن شاء الله متفائلين، أوجه جديدة، مدرب جديد، أكو يعني أشوف أنا واهس بالفريق. إن شاء الله فوز كوريا محسوم، وإن شاء الله وراها الأردن. إن شاء الله منتخب العراق هذا كده هيغلبنا وياه. بقلوب تنبض بالعراق ورسالة مؤثرة تنوعت بين الكلمات الحماسية والدعوات الصادقة، أكد الرياضيون أن المنتخب الوطني لا يمثل فقط كرة القدم، بل هو رمز لطموح الشعب العراقي. مباراتنا عن تصفيات كأس العالم إن شاء الله راح تكون حافز ونقطة تحول للمنتخب العراقي، خصوصا أن المباراة على ملعبنا ملعب البصرة بكادر جديد ووجوه جدد وفرصة جديدة للاعبين اللي استقطبناهم بالفترة المقبلة، وإن شاء الله راح تكون نتيجة مرضية للشعب وللجمهور العراقي. ما دام مدرب جديد وهاي الفرصة راح تكون له حتى يصعد المنتخب الوطني، وإذا فزنا على الكوريا إن شاء الله منتخب الأردن أنا أشوفه أسهل من المنتخب الكوري. أتمنى إن شاء الله كبير بمنتخبنا والكادر التدريبي الجديد، وإن شاء الله نحقق الفوز. هكذا يجدد أبناء المثنى ثقتهم بمنتخبهم الوطني، مؤكدين أن الانتصارات لا تصنع فقط على أرض الملعب، بل تبدأ من قلوب الجماهير الداعمة والمؤمنة بلاعبيها. لقناة العراقية الرياضية، فارس الوهامي، المثنى.